تنسيق نقابي كيضم 5 النقابات. انا اتحاد عام للشغالين بالمغرب. اولا احنا اليوم جينا وقفنا ماشي عبثا ولا اننا من عشاق الوقفات الاحتجاجيه، حنا جينا بناء على بروتوكول سنته معنا السيده العمده في 22 جوان 2022، حين انه ما طبق منه والو. لان انا اعجب ان السيده العمده ما كتضغطش على المجلس ولا الاداره، او الاداره ما كتعطيش المقاربه الاجتماعيه للموظفين، في حين ان السيده العمده راه كانت كتله الاجور في هذه المجالس السابقه 54% في 94 مليار، اليوم عندك 107 المليار وعندك كتله الاجور غير 37%. ما كناخذوا تي بي اس، ما كناخذوا سوايع، ما كناخذوا حتى شي حاجه. كاين احتقان اجتماعي. ثانيا كاين غلاء الاسعار، راه الناس غارقه في لي كريدي دو كونسوماسيون السيده العمده، وهذا الشيء بلغناك به وقلنا لك كاين احتقان اجتماعي وكل شيء غلا. في اطار هذا الظرف العالمي حنا راه كنعرفوا واش كنقولوا، وعلى الاقل شويه. لهذا اليوم حنا عندنا جوج نقاط اساسيه، النقطه الاولى اللي هي الاشغال الشاقه والملوثه والسوايع الاضافيه، والنقطه الثانيه اللي هذا العام للاسف السيده العمده راه قلت قبيله في التصريح في التقديم الوقفه، الا كنتي كتعرفي مصيبه ولا ما كتعرفيش مصيبتي اللي هي انه ضيعتي واحد الشريحه واسعه من الناس ما غيدوزوش هذا العام الكفاءه المهنيه. علاش؟ لان لو 31 12 سنين وهي خدامه بلو 31 12. الاداره كتحجنا قالت لك جات رساله من عند السيد وزير الداخليه وعند السيد الوالي اللي حنا كنطلبوا من هذا المنبر يفعل لجان الاقليميه للتحكيم اللي ما عمرها ما تفعلات. هذا العام راه الناس غندوزوا الامتحان. عباد الله، راه الخرق ديال القانون. حنا غندوزوا دابا واحد الشريحه كبيره غدوز 7 سنين في الكراد ماشي 6 سنين. القانون كيقول لك اقل هي 6 سنوات، وحنا عندنا 6 سنوات برسم سنه 2023 في لو 31 12 2023. والمعادله شرحناها للاداره قلنا لهم هكا كتحسب، وهضرنا مع وزاره تحديد القطاعات كتقول لك برسم السنه. الا اننا كنتفاجئوا باش يضيعوا الناس دايرين الامتحان في شهر 11، وهذه راه كارثه. وانا كنوجه كلامي للسيد وزير الداخليه والسيد الوالي المحترم انه يشوفوا هذا الشيء. الا كان برسم السنه كتسالي في 31 12 2023 راه السنه كامله، والا كانت السنه كتسالي في شهر 11 هذا كلام اخر. والاداره كتحجج لنا بهذه العمليه، وحنا كنرفعوا التنديد ديالنا وكنشجبوا حتى واحد ما فوق القانون. وجلستوا السيده العمده؟ جالسنا السيد مدير المصالح كيقول باننا جاتني الرساله، قلنا له يا ودي راه الرساله ماشي قران، راه كيقول لك برسم السنه هذه. ثانيا انه حنا كنقولوا بان راه كاين واحد الاحتقان اجتماعي، انه الناس دابا راه باغيين يخرجوا للوقفه، وحنا كنعرفوا الامور اللي كتصاغ لداخل، وحنا كندخلوا في اطار التضييق على الحريات النقابيه. وحنا كنبلغوا المسؤولين وكنبلغوا السيده العمده باش دير اللي خصو يدار. راه ما يمكنش هذا الشيء يمشي بهذه الطريقه هذه. للاسف انه الرباط العاصمه هو اللي في هذه المشاكل. كازا خداو من واحد 9 تي بي اس كاملين 12 شهر، خداو السوايع الاضافيه. العاصمه قال لك لا حق حنا ما عندناش شنو ما عندكمش، حنا ما ندخلوش معكم ما هو سياتي شنو كتشري وفين كتمشي وكذا، داكشي شغلكم. حنا نعطيو حق، لان الموظف هو المزاره 2 الليل، الموظف هو المرشد الخضره 2 الليل، الموظفين كيشدوا الموتى رحمه الله عليهم في البيماش في القسم الصحي، الموظفين في الحوت، الموظفين في القرنه، الموظفين في الحاله المدنيه، كل شيء مرضو بالضيقه. فين غاديين بهذا الشيء السيده العمده؟ كل شيء الناس غارقه، وموظف على الهامش كيقول لك غرقنا بالكريديات. اذا المقاربه مع السيده العمده، يا السيده العمده طبقي القانون يا السيده العمده. وحنا السيده العمده راه ماشي هوات نهضروا وماشي هوات نحتجوا، راه حنا مواطنين عباد الله. راه عاصمه المملكه الشريفه هذه، واش نتوما في عاصمه المملكه القانون كيتنحر وعلى مرأى ومسمع؟ وشكرا.